صباح الخير. انا عارفه ان انا بقالي 1000 سنه ما عملتش يعني يوتيوب فيديو، فيا جماعه بجد عايزه اقول لكم انه وحشتوني واليوتيوب وحشني. وحاسه ان انا وقعت كده ايه في ثقب من الزمن كده ومش عارفه اطلع منه خالص. ومش هكدب عليكم، كمان الانستجرام واخد يعني وقتي كتير قوي، يعني واخد اغلب وقتي. وانا بقى مش عارفه اعمل بالانس ما بين انستجرام وما بين يوتيوب، والاتنين مع بعض. يا جماعه موضوع السوشيال ميديا ده طلع مرهق على فكره. يعني بجد حاسه ان انا آه، آه، آم، يعني مش عارفه اكفي ما بين كل ده. فوحشتوني. ويعني يا رب تكونوا دايما بخير كده وحياتكم سعيدة ولطيفة. ويا رب تكونوا بتابعوني على الانستجرام وبتتبسطوا معايا بقى في الحاجات اللي بعملها. وبس كده، بس حبيت ان انا اصبح عليكم واقول لكم ان انتوا وحشتوني. وتعالوا بقى يلا اقول لكم بقى على الفيديو بتاع النهارده، عشان جاي لكم فيديو خطير 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 بجد، يعني فكرة رائعة. فيلا بينا. بصوا بقى، انا عندي الشنطه دي وهي بصراحه بقالها فتره، يعني مش هكدب عليكم، مش هقول لكم ان هي جديده او حاجه، بس هي الشنطه دي عزيزه عليا. انا بحب الستايل بتاعها جدا وشكلها جدا وكل حاجه، بس زي ما انتم شايفين كده طلعتها ولقيتها قشرت. وده بيحصل اكيد مع ناس كتير زيكم برضو. بتلاقوا ان الجلد قشر كده، ويعني الشنطه معداش عليها مثلا سنتين او حاجه والجلد بتاعها قشر وبتبقوا جايبينها بقى برقم. انا الشنطه دي كنت جايباها من اكسسورايز، وكنت بحبها جدا وكنت بحب البسها وبصراحه لونها كان مميز. وكانت اصلا شبه موديل كده كان نازل في يو اس بولو. بس انا بصراحه لو وقت ما اشتريتها ما كنتش عارفه القصه دي، يعني انا عرفت بعد كده. بس قشرت زي ما انتم شايفين كده، ومنظرها بقى ايه يعني مزري تماما، مبقتش تنفع خالص. ففكرت ان انا اعمل لها اب سايكلينج، خصوصا ان الشنطه نفسها يعني التفصيل بتاعها كويس. اللايننج بتاعها ده الاسود اهو برضو ما فيهوش اي مشاكل. القفل بتاعها بيفتح وبيقفل كويس قوي، هي من جوه كمان يعني ما فيهاش اي مشكله نهائي. فحرام لمجرد بس ان الجلد بتاعها ده قشر ان انا ارميها وكده. وانا كمان هي عجباني، يعني الموديل بتاعها عجبني وبحبها ومرتبطه بيها، يعني عارفين. فهعمل لها بقى ميك اوفر معاكم كده، وهوريكم بقى ايه الحاجات اللي انا جبتها، وهعمل بقى الميك اوفر ازاي، هنقلها نقله تانية تماما يعني بجد. هتتفاجئوا من النتيجه اللي هتحصل ان شاء الله. وهقول لكم بقى الستبس كده ايه، ازاي هنتخلص بقى من الجلد المقشر ده كده بطريقه سهله ولطيفه وسريعه. وبس كده، فتعالوا بقى يلا بينا نشوف هعمل فيها ايه. بصوا، اول حاجه خالص هعملها هي ان انا هستخدم الصنفره دي. دي صنفره العادي جدا بتجيبوها من الموان، اوكي. اي نوع صنفره يعني. م- بس ما تجيبوش الناعم قوي، يعني هاتوا اللي هو فيه شويه ملمس كده. وهبتدي ان انا بالراحه كده هصنفر كل الجلد المقشر ده، يعني هحاول ان انا اشيله كله واقشره. بس حاولوا الاول ان انتوا يكون عندكم زي مفرش كده او فرشين حاجه تحتها، لانها هتعمل يعني مس كبيره قوي، يعني هتبهدل الدنيا جامد. فعشان كل القشر ده والحاجات دي كلها تقع على مفرش او على كيس نايلون او اي حاجه كده. وبعد كده ايه، تاخدوا كيس بقى زي ما هو ده وترموه في الزباله، عشان ما يحصلش بقى ايه اي يعني زروطه عارفين الدنيا ما تزروطش مننا. فبس كده، فده اللي انا بقى هعمله دلوقتي. هعمل الخطوه دي وهرجع لكم بقى ايه بالنتيجه بقى النهائيه.
طيب بصوا ابديت سريع بقى. اديني اهو وصلت للمرحله اللطيفه قوي دي. ما اقدرش اعمل اي حاجه طبعا في اللايننج اللي جوه ده البطانه يعني. بس فاضل لي بس ايه شويه فينيشز هنا كده. الحاجات البسيطه دي بقى هعملها كده على رواقه، لان دلوقتي ورايا حاجه لازم اعملها، فهركنها بس على جنب شويه كده، وبعد كده هرجع لها تاني بقى افنش بقى كل الحاجات اللي هي البسيطه خالص اللي فاضله دي، الحاجات اللي هي القليله خالص دي. وبعد كده بقى ايه هقول لكم بقى الستep اللي بعد كده هتكون ايه. طبعا انا لقيت الصنفره هتاخد مني شويه وقت، ولقيت ان القماش ده يستحمل، ف استخدمت القصافه دي اللي هي بتاعه الاكسسوارز وكده. يعني دي عندي من فتره، من زمان قوي، من ساعه ما كنت بشتغل اكسسوارز وحاجات كده. فكل اللي انا كنت بعمله هو بس ان انا كنت ايه زي بشيل الجلد المقشر ده بالطريقه دي كده من عليها، وكانت زي الفل حلوه قوي. حاولوا بس تبعدوا عن اي مقصات او طبعا بلاش ابدا ابدا سكينه، لانه خطر جدا، وممكن كمان تقطع القماش بتاع الشنطه. فحاولوا ان انتوا تبعدوا عن دول، ويا اما صنفره يا اما لو عندكم بلايرز او قصافه زي دي فاستخدموهم للقصه دي. بس كده هوريكم بقى بعد كده الباترونات اللي هناخدها وهغلفها اصلا بايه، والكلام ده كله بقى ايه هتبقى مفاجأة فظيعة. يعني انا نفسي متحمسة قوي ان انا ابدأ الشغل فيها. فهرجع لكم بقى تاني واقول لكم بقى ايه اللي هنعمله بقى دلوقتي. بصوا بقى عايزه اوريكم بعد ما قشرت بقى كل الجلد القديم من عليها، لونتها باللون البينك ده، وسبته ينشف كده، واتاكدت بقى ايه انه يعني خدت لاير كده او كوت حلو. وهوريكم بقى دلوقتي هعمل ايه بعد كده. بصوا انا فكرتي الاساسيه كنت عايزه اعمل شنطه كده انسبايرد من ديزني. انا كنت شفت يعني موديلات كتيره كده بتتباع يعني عاده بره مصر وكده، فايه قلت اما اجرب اعمل الفكره دي. فطبعت كده صور على ورق جلاسي عند زيروكس، وسمكه 200 جرام. بس يعني نزلت كل الصور دي من على بنترست عادي جدا، وهجرب ان انا اعمل ديكوباج على الشنطه ان شاء الله. يعني الفكره تنفع، وهحط لها بقى شويه اكسسوارز وحاجات برضو هوريكم برضو ايه الفاينل تاتشز يعني. بس دلوقتي هقصقص بقى الصور اللي انا عايزاها يعني هظبطها كده على الشنطه. هوريكم برضو الستبس اللي انا هعملها، برضو كل الحاجات الايه الخطوات اللي هعملها. وبس كده يلا بينا. بصوا انا كده بقى ايه قصقصت كل الاشكال اللي انا عايزاها وجهزتها كده في مكانها، وهبتدي بقى ان انا اعمل لها بقى ايه استخدم بقى الفرشه والتكنيك بتاع الديكوباج، وهبتدي ان انا اثبت الاشكال بتاعتي دي على الشنطه بتاعتي. اوكي خلاص انا كده خلصت بقى ايه هلم المس دي، وهوريكم بقى ايه النتيجه النهائيه، بس مستنياها تنشف. هلم بس بقى ايه كل الكركبه دي كلها، وهوريكم بقى الفاينل لوك. بصوا شكلها بقى حلو ازاي، شكلها بقى سوبر كيوت. لسه مستنياها تنشف شويه، وبعد كده برضو ايه هحط لها برضو فاينل تاتشز، وهركب لها بقى الستراب بتاعها والحاجات دي كلها. فبس حبيت اوريها لكم كده ايه قبل ما اعمل لها بقى الفاينل لوك. بصوا انا كده خلاص خلصتها، حطيت الميدالية دي معاها كده عشان تديها يعني ايه شوية يعني عملت لها شوية اكسسورايزنج كده. بس قولوا لي بقى رأيكم في الكومنتس، ايه رأيكم في التحول بتاع الشنطة، وشكلها لطيف ولا لأ، وعايزة اعرف رأيكم بقى. وبس كده اشوفكم بقى في فيديو تاني قريب ان شاء الله. باي باي.